من يومين الكلام داير على ان رمضان صبحي هيرجع النادي الاهلي، لكن احنا بنأكد ان الكلام ده عاري تماما من الصحة. في عهد محمود الخطيب اقدر اقول لكم ان رمضان صبحي مش هيهوب ناحية النادي الاهلي تاني، والكلام ده بنسبة مليون في المية. رمضان صبحي مش هيرجع النادي الاهلي ولا هيلعب في الاهلي تاني طول ما الكابتن محمود الخطيب لسه موجود في مجلس ادارة النادي الاهلي. طيب، ايه يعني ايه اللي خلى الكلام يرجع تاني على رمضان صبحي وهيرجع الاهلي ولا لا؟ في ناس او في بعض الاعلاميين حبوا يعملوا ترند وحبوا يطلعوا باللقطه وياخدوا لقطه، وقال لك ان رمضان صبحي هيرجع النادي الاهلي لان في مشاكل بينه وبين اداره بيراميدز، لان يعني في الفتره اللي تواجد فيها في بيراميدز ما ظهرش بالمظهر اللي هو كان مطلوب. خصوصا ان رمضان يعني لاعب يعتبر من احرف لاعبي الدوري المصري، كان طبعا بيتم تجهيزه لانه انه يكون اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي قبل ما يروح بيراميدز. وطبعا كلنا عارفين قصة قدامك ساعتين وتفكر والكلام ده كله. والحقيقة ان يعني بعض المسؤولين في قناة النادي الاهلي وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي والإعلامي بالقناة، حكى طبعا الكواليس الخاصة بقعدة رمضان صبحي مع كابتن محمود الخطيب في بيت كابتن محمود الخطيب. وكشف ان الكابتن محمود الخطيب كان اتفق خلاص بشكل رسمي وشكل نهائي مع رمضان ان هو مكمل وهو مشروع النادي الاهلي اللي جاي. وتفاجأ تاني يوم بان البعض روج شائعة ان رمضان صبحي خلص كل حاجة ماديا وتعاقديا مع بيراميدز. وده اللي خلاه يكلم امير توفيق ويقول له شوف رمضان قدامه ساعتين فقط ويفكر هل هو معانا ولا مش معانا. دي بالنسبة لقصة رمضان صبحي. فرمضان صبحي في النادي الاهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب ده امر شبه مستحيل.